حسين، انما احنا مش هنعمل غير الصح. اخوك ده اصله تعبان في دماغه وبيفكر في الانتحار. بقول لك يا حسين ما تاخدش على كلامه خالص. لا 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 والنبي يا حاج، ده محلفني وبيقول لك بص راسه الف سيف، لو شاف محامي في المحكمه والله هيرفضه. والنبي يا حاج. هو عايز ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ابدا يا حاج، مش عايز حاجه، عايز نوفر فلوس المحامي بتاع النقد ونجوز بيها نوسه بنتك يا حاج. دي وصيته يا حاج. الله. طب وهو ده وقته؟ لا وقته يا حاج بقى، بصراحه عادل عنده حق. القضيه مقفوله والمحامي هياخد فلوس على الفاضي، نجوز بيها البت ولا من شاف ولا من دري ونلمها برضه يا حاج. انت شايف كده؟ ايوه يا حاج، لا هنعمل زيطه ولا بتاع، بس دي وصيته ولازم نحققها. على البركه. يا عباد الله، يا اهالي بين السرايات، انزلوا بسرعه، السجون اتفتحت وفي خطر على البلد كلها. انزلوا بسرعه، احموا اموالكم، احموا اعراضكم، احموا محلاتكم، احموا اولادكم. الدين والقانون بيديكوا حق استخدام السلاح لحمايه اموالكم واعراضكم. يا عباد الله انزلوا بسرعه، السجون اتفتحت وفي خطر على البلد كلها. انزلوا بسرعه، احموا اموالكم، احموا اعراضكم. الحق يا اخويا، الحق، انت هتفضل قاعد هنا والدنيا بايظه تحت. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنسى صعب على الرجاله. طيب استنى اجيب لك المسدس. لا. ايه؟ لا انا هنزل كده، هنزل مش عايز مسدس. ما ينفعش، الدنيا مقلوبه. اسمعك كلام، اسمعك انا يا صبر. لهوي، استر يا رب، استر. عمر ما حصل لنا كده ابدا. ربنا يعدي الايام دي على خير، عديها على خير يا رب، عديها يا رب يا رب. وسنظل كذلك واقفين شامخين من أجل الوطن، محتوين حاضنين الناس. أنا امبارح بيسألوني قلت لا، مطالب الناس أو انت بتستهبل يا ابراهيم. طب اتصل طمني عليك، ليه تسيب قلبي واكلني عليك يا اخي؟ انت ايه؟ انت جاحد. خلاص بقيت جاحد عشان واقف في ظهر بلدي؟ وبعدين ما انا قدامك اهو شخص سليم. اهدي بقى، تخلي فين؟ خلي ايه يا اخي؟ ده انت خليتها خل، وانا مين يقف في ظهر انا وعيالك؟ هو انا اللي بعمله ده اللي عشان انا وعيالك؟ افهمي بقى يا شيخه، لابد لليل البهيم ان ينجلي. بهيم؟ هي حصلت بهيم؟ لا انت مش انت يا ابراهيم. الله ينور عليكي، انا مش ابراهيم. ابراهيم اللي انت عارفاه خلاص خرج من الام. يا منيره افهمي، البلد دلوقتي في حاله بخار. عايزاني اقعد جنبك بقى واسيب البلد تولع؟ انت مخك فوت يا ابراهيم. انت ايه، جرالك حاجه؟ لا ما تقلقيش، انا كويس يا زيت وزي الفل. والله ما انت نازل، والله هقوم اندهلك ابويا دلوقتي. بقول لك ايه، انت عايز تموت ولا ايه؟ انت مش عارف ان الدنيا خربانه؟ انت ايه مش دريان؟ مش عايز كلام كتير، صحابي هناك بيموتوا من الجوع والبرد. ايه؟ بقول لك ايه، اعمل اللي انت عايزه، ويا فرحتي بيك انت واصحابك لما يجرالك حاجه. يا ست افهمي بقى، البلد مدلنا ايديها، ما ينفعش نقول لها لا. انت عمرك ما جبت سيره البلد دي في حاجه. ايه اللي حصل؟ نفسي كده تيجي تشوف الستات في الميدان بتعمل ايه، الواحده منهم واقفه ولا 100 راجل. ستات؟ دي ستات فاضيه يا اخويا. يلا يا اخويا روح لهم يلا. انا اوجع دماغي معاكي ليه؟ بشوف اللي ورايا، عندي هناك ناس اهم. يلا يا بنت خش نام انت واخوك. من الصحفيين. لكن وعلى الرغم من إحكام قوات الأمن قبضتها على الجميع، اتسعت هنا دائرة الأمل في نفوس المتظاهرين. أنا متفاجئة بالشعب اللي أنا بنتمي له. كنت عندي حالة يأس إنه الناس دي ما بتقولش لأ. شوف الحظ اللي بيتنقل عليك. تصور كنا لسه سوف نفتح المحل بتاع البيت بيحصل الاحداث دي. يا ابراهيم رايح فين باللي انت شايله ده؟ رايح فين ايه يا معلم؟ راح التحرير طبعا. التحرير دلوقتي يا ابني؟ يا ابني انت مجنون ولا عايز تجنني؟ وايه اللي انت واخده ده؟ انت واخد البطانيه اللي بستغطى بيها؟ منيره قالت لي ان انت بتستغطى باللحاف. وانت مالك انت استغطى باللحاف ولا استغطى بالبطانيه؟ الله، جرايه يا معلم، الناس هناك بتضحي بارواحها وانت مستخسر في مصر بطانيه؟ يا مصر عايزه بطانيه؟
دي هتغطي مصر كلها. بقول لك يا ابراهيم، روح يا ابراهيم روح. انا مش عارف والله الشرطه سايباكوا ليه. هي فين الشرطه دي يا معلم؟ ما بتشوفش الواد ده علي ابني؟ اشوف مين ولا مين يا معلم زينهم؟ ده مصر هناك الله. الحدث جلل يا جدعان. يعني لو صادف وقابلته بقى قول له ابوك بيقول لك روح يا ابن الكلب، الحدث مش جلل قوي كده. ماشي يا معلم، السلام عليكم. استنى يا عم، اعديه يا ريس. سيبوه يعدي، ياك اخد رصاصه زي سعيد وخلصنا منه. الله، رايح فين يا مخلص انت كمان؟ انا هعمل تليفون. تليفون ايه يا عم؟ هو في شبكه؟ هجيب عيش كمان. يا مخلص ده وقته يا مخلص. يا مخلص يا مخلص، الدنيا لبش. لتنفيذ هذا القرار والحفاظ على الامن وتامين المرافق العامه والممتلكات الخاصه. إذا مشاهدينا وكما نقلنا لكم هم عملوا حظر تجول والدنيا وقفت. ايه حظر التجول ده؟ مش فاهمه. يعني مفيش خروج من 7 بالليل ل7 الصبح. ايه الخنقه دي؟ يا بنت انتي ما تفكي وشك شويه وتخرجي من اللي انتي فيه. قولي لها يا نعيمه، دي هتموت نفسها. يا رب ربنا يعجل بموتي، اقل قبل ابوي. يوه، ايه الكلام ده يا بت؟ بعد الشر عليكي. اللي قولي لي يا نعيمه، انت جيتي ازاي لوحدك في اللبش اللي احنا فيه ده؟ يا اختي عادي، هو حد يستجرى يكلمني؟ دي رجاله الشارع تسد عين الشمس، بس حد كده يفكر وتبقى مدعي عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. دول كانوا ماسكينه واد هربان من السجن وموتشينه من الضرب. لا يا شيخ. تصدقي كلام البت دي قلقني. انا خايفه عادل حديده يهرب من السجن ويعمل في البت دي حاجه. يا ريت، حتى يبقى ربنا كاتب لي ناخد حق ابويا بايدي. وديني وما اعبد، هبقى ساعتها يا قاتل يا مقتول. انا مش هيشني عنه الا سور السجن. وهو عبيط لو هرب يجي على هنا؟ ما هي الحكومه اول حته هتدور عليه فيها هنا حتته. حكومه؟ لا فين الحكومه دي؟ الدنيا خربانه. ما ده اللي انا بقوله. انت تيجي تبيتي في شقتي النهارده. وليه؟ ما تباتي هنا في شقتي، ما الشقه واسعه اهي. كتر خيركم، بس انا مش هبات عند حد. ما بقتش عارفه ابات الا فرش طويل. شاهدت من ينهبون هذا المصرف؟ المصرف اتنهب اوريدي خلاص. انا شفت بعيني خلاص المصرف اتنهب. انا دلوقتي خوفي كله مش شويه الفلوس هي المشكله التراث المصري كله موجود في المتحف. احيه، دول سرقوا المتحف. ده شرطه ولا جيش؟